الخبرة تكشف إقدام زوج على رمي زوجته في بئر بأزلال، وهذه هي التفاصيل. ولكن قبل ذلك لا تنسوا التفعيل بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. كشفت الخبرة الطبية الستار على ملف الفتاة حفيظة التي عثر عليها ميتة داخل بئر بمنطقة بوزيغت إقليم أزلال. ونقلت مصادر أن نتائج الخبرة الطبية التي أجراها طبيب شرعي كشفت على أن الشابة حفيظة البالغة من العمر 21 سنة ألقي بها في البئر من طرف زوجها وبمساعدة الزوجة الأولى، وهي في حالة غيبوبة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة تحت الماء. هذا وتم إيداع جميع المتورطين السجن المحلي لبني ملال. وكانت القضية قد أثارت جدلا واسعا بمنطقة ووزيغت إقليم أزلال، التي دفعت الساكنة التكلفة التي تنحدر منها حفيظة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي للكشف عن تفاصيل الحادث المأساوي. وعثرت ساكنة تنصريفت القريبة من مركز ووزيغت صباح اليوم الخميس المنصرم على جثة الهالكة بعد أن طفت على سطح المياه بعد إعلان أسرتها عن اختفائها.